عمرك سألت نفسك ليه رغم إنك شاطر حياتك مش ماشية زي ما تستاهل؟ ليه في ناس أقل منك إمكانيات بس واصلين أكتر؟ خليني أقول لك حاجة ممكن تصدمك. المشكلة مش في قدراتك، المشكلة في الصوت اللي جواك. الصوت ده يا إما بيبنيك كل يوم يا إما بيهدك وإنت مش واخد بالك. النهاردة هنتكلم عن أخطر عدو ممكن يكون عايش جواك: النقد الذاتي المدمر. ولو ركزت معايا في الفيديو ده ممكن تكتشف إنك طول الوقت كنت بتكسر نفسك وتفتكر إن الظروف هي السبب. خليك معايا للنهاية عشان اللي هتفهمه النهاردة ممكن يغير الطريقة اللي بتكلم بيها نفسك طول عمرك. المفهوم الأول: صورة الذات، البرنامج الخفي اللي بيدير حياتك. أهم وأخطر مفهوم في الكتاب كله هو صورة الذات. الكاتب بيقول إن كل إنسان عنده صورة داخلية عن نفسه. الصورة دي بتتكون من تجاربه القديمة، كلام الناس عنه، فشله ونجاحه، والمواقف اللي عدت عليه وهو صغير. الصورة دي بتبقى زي ملف متخزن في العقل الباطن، والمشكلة إنك غالباً مش واخد بالك منها، لكنها هي اللي بتحدد سلوكك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو شايف نفسك إنك شخص مش اجتماعي، هتتصرف دايماً بتحفظ. لو شايف نفسك فاشل في الفلوس، حتى لو جالك فرصة كبيرة ممكن تبوظها بدون قصد. الكاتب لاحظ ده من شغله كجراح تجميل. كان بيعمل عمليات لناس شكلهم يتحسن جذرياً، بعضهم حياتهم اتغيرت فعلاً وبقوا واثقين وسعداء، لكن ناس تانية رغم إن شكلهم بقى أفضل فضلوا شايفين نفسهم قبيحين أو أقل من غيرهم. ده معناه إن المشكلة مش في الشكل، المشكلة في الصورة الداخلية. من الناحية النفسية ده مرتبط بنظرية الاتساق الذاتي. الإنسان بيحب يتصرف بطريقة متوافقة مع صورته عن نفسه. لو صورتك عن نفسك إنك ذكي، هتحاول تثبت ده في كل موقف. لو صورتك إنك مش كفاية، هتلاقي نفسك بتتصرف بما يؤكد الفكرة دي. مثال واقعي: طالب كان دايما بيجيب درجات قليلة، اتقال له كتير انت مش شاطر في المذاكرة. بعد فترة بقى مقتنع بده. حتى لو قعد يذاكر ساعات، يدخل الامتحان متوتر، يغلط في حاجات سهلة، ويطلع يقول ما أنا عارف إن مش شاطر. هو مش غبي، هو بس بيتصرف على حسب صورته عن نفسه. الدليل العلمي إن العقل الباطن بيشتغل زي نظام تحكم، بيحاول يخلي سلوكك متوافق مع معتقداتك. لو غيرت المعتقد، السلوك يتغير. عشان كده الكاتب بيأكد إن أول خطوة لأي تغيير حقيقي هي إنك تعيد تشكيل صورة الذات. إزاي؟ عن طريق تجارب نجاح صغيرة وتخيل إيجابي وتكرار أفكار جديدة عن نفسك. الخلاصة: أنت مش عايش على حسب قدراتك الحقيقية، أنت عايش على حسب صورتك عن نفسك. غير الصورة، حياتك تتغير. المفهوم الثاني: آلية النجاح التلقائي. الكاتب استخدم مصطلح سايكو سايبرنيتكس عشان يشرح إن المخ بيشتغل زي نظام توجيه آلي، زي الصاروخ أو التوربيد. الصاروخ لما بيتحدد له هدف مش بيمشي خط مستقيم، هو بينحرف كتير، بس كل مرة بيصحح نفسه لحد ما يوصل. عقلك بيشتغل بنفس الطريقة. لما تحدد هدف واضح، المخ يبدأ يستخدم خبراته وذكرياته وملاحظاته عشان يقربك من الهدف ده. لكن لو مفيش هدف، النظام ملوش اتجاه. الدليل على ده في علم النفس اسمه Reticular Activating System. ده جزء في المخ مسؤول عن الفلترة. يعني إيه؟ يعني عقلك بيختار يشوف إيه ويركز على إيه بناءً على اللي شايفه مهم. مثال بسيط: لو قررت تشتري عربية معينة، فجأة هتلاحظها في كل الشوارع. هي ما زادتش، بس عقلك بدأ يفلتر العالم حواليك على حسب هدفك. نفس الفكرة في النجاح. لو حددت هدف واضح زي عايز أوصل لدخل 100,000 جنيه في السنة من شغلي الخاص، عقلك يبدأ يدور على فرص، مهارات محتاجة تطوير، علاقات مفيدة. لكن لو هدفك عام وغامض زي عايز أبقى ناجح، المخ مش هيعرف يوجهك فين. الكاتب بيأكد إن العقل محتاج هدف محدد، زي ما الصاروخ محتاج إحداثيات. بدون هدف هتفضل تايه حتى لو عندك إمكانيات كبيرة. مثال عملي: شخص قرر يتعلم لغة إنجليزية عشان يسافر. لما الهدف بقى واضح، السفر، التزامه زاد. لما كان الهدف عايز أطور نفسي بس، ما كانش بيتحرك. الرسالة هنا: حدد هدفك بوضوح وسيب نظامك الداخلي يشتغل. المفهوم الثالث: قوة التخيل العقلي.
من أقوى مفاهيم الكتاب إن العقل ما بيفرقش قوي بين التجربة الحقيقية والمتخيلة. التخيل مش أحلام يقظة، ده تدريب عصبي. دراسات كتير على الرياضيين أثبتت إن اللي بيتخيلوا الأداء المثالي مستواهم بيتحسن حتى من غير تمرين فعلي. ليه؟ لأن أثناء التخيل المخ بيشغل نفس المسارات العصبية اللي بتشتغل أثناء الفعل الحقيقي. يعني لما تتخيل نفسك واقف قدام جمهور وبتتكلم بثقة، المخ بيبدأ يبني تجربة إيجابية. لما تيجي اللحظة الحقيقية الإحساس مش غريب. مثال: شخص عنده انترفيو مهم، لو قعد يتخيل إنه هيتلخبط هيتوتر فعلا، لكن لو تخيل نفسه هادي بيرد بثقة والمقابل مبتسم، نسبة نجاحه تزيد. الكاتب كان بيطلب من مرضاه يقعدوا يوميا يتخيلوا نفسهم في أفضل صورة، مش بس شكلهم، لكن حياتهم، ثقتهم، تعاملهم مع الناس. التخيل هنا لازم يكون واضح، في مشاعر، متكرر. كل ما كررته الصورة الجديدة تبدأ تحل محل القديمة. التخيل بيغير صورة الذات تدريجيا، ولما الصورة تتغير السلوك يتغير. الخلاصة: لو عقلك هيتخيل في كل الأحوال، خليه يتخيل نجاحك بدل فشلك. المفهوم الرابع: الفشل كتغذية راجعة. واحدة من أهم رسائل الكتاب إن الفشل مش هوية، الفشل معلومة. زي ما الصاروخ بينحرف عن الهدف شوية وبعدين يصحح مساره، الإنسان المفروض يتعامل مع الخطأ بنفس الطريقة. المشكلة إن أغلب الناس بتربط الفشل بذاتها. أنا فاشل، مش المحاولة دي فشلت. في علم النفس ده اسمه التعميم، إنك تاخد تجربة واحدة وتخليها تعريف شامل لنفسك. مثال: واحد خسر صفقة، لو قال أنا مش شاطر في البيع هيفقد الثقة ويحاول أقل. لكن لو قال الطريقة دي ما نفعتش أعدلها، هيتعلم ويتحسن. الفرق مش في الحدث، الفرق في التفسير. مالتس بيشجع إنك تستخدم الفشل كبيانات. اسأل نفسك: إيه اللي اشتغل؟ إيه اللي محتاج تعديل؟ مش أنا ليه دايما كده؟ الناس الناجحة مش أقل فشلا، هم بس أسرع في تصحيح المسار. المفهوم الخامس: النقد الذاتي المدمر، الصوت اللي ممكن يكسرك وانت مش واخد بالك. في فرق كبير جدا بين انك تراجع نفسك عشان تتحسن وانك تهاجم نفسك وتهينها كل يوم. الكاتب كان بيحذر بشدة من الصوت الداخلي السلبي. الصوت ده مش مجرد أفكار عابرة، ده بيبقى نظام برمجة مستمر شغال 24 ساعة. يعني إيه؟ يعني لما تقول لنفسك أنا مش كفاية، شكلي وحش، أنا غبي، المخ ما بياخدش الكلام ده على إنه رأي، المخ بياخده على إنه حقيقة. العقل الباطن بيشتغل بمبدأ التكرار. أي فكرة تتكرر كتير تتحول لقناعة، وأي قناعة تتحول لسلوك. خليني أديك مثال واضح. طفل صغير حاول يحل مسألة حساب، غلط. الأب قال له أنت مش شاطر في الحساب خالص. الموضوع اتكرر كذا مرة، الطفل بدأ يصدق. كبر وهو بيتجنب المواد الحسابية، مش لأنه غبي، لكن لأنه مقتنع إنه مش شاطر. الدليل النفسي هنا إن المخ بيميل لتأكيد معتقداته. مثال واقعي لشخص بالغ: واحدة داخلة انترفيو، جواها صوت بيقول أنت مش قد الوظيفة دي. هتدخل متوترة، صوتها هيتهز، يمكن تلخبط، تطلع تقول شفت أنا فعلا مش قدها. هي صنعت الدليل بنفسها. الكاتب بيقول إن أخطر حاجة إنك تتكلم مع نفسك بطريقة ما تقبلش حد يكلمك بيها. عمرك ما هتسمح لحد يقولك أنت غبي، لكن بتسمح لنفسك تقولها كل يوم. النقد الصحي بيبقى كده: أنا قصرت في الجزئية دي، أقدر أحسنها إزاي؟ النقد المدمر بيبقى كده: أنا دايما فاشل. الفرق إن الأول بيركز على الفعل والتاني بيهاجم الهوية. عشان كده مالتس بيقترح إنك تغير لغتك الداخلية. بدل ما تقول أنا مش بعرف أتكلم قدام الناس، قول لسه بتعلم أتكلم قدام الناس. فرق بسيط في الكلمات، لكن تأثيره ضخم في البرمجة. لأن المخ لما يسمع لسه يفهم إن الموضوع قابل للتطور. النقطة المهمة مش المطلوب إنك تضحك على نفسك أو تتوهم إنك كامل، لكن المطلوب إنك تتعامل مع نفسك بعدل واحترام. الخلاصة: الصوت اللي جواك إما مدرب بيقويك أو قاضي بيحكم عليك. اختار تخليه مدرب. المفهوم السادس: الثقة بالنفس بتتبني مش بتتولد بيها. ناس كتير فاكرة إن الثقة حاجة يا إما عندك يا إما لأ، لكن الكاتب بيقول لأ،
الثقة نتيجة تراكم خبرات، زي العضلة بالظبط. كل مرة تعمل حاجة صغيرة صورتك الذاتية تتحسن شوية. مثال واضح: واحد بيخاف يتكلم قدام الناس، لو استنى لحد ما يحس بالثقة عشان يبدأ مش هيبدأ أبدا. لكن لو بدأ بخطوة صغيرة جدا، اتكلم قدام 3 صحابه، عدت على خير، مخه سجل نجاح. المرة اللي بعدها اتكلم قدام 6، نجح، الثقة زادت. بعد سنة ممكن يبقى بيقدم عرض قدام 100 شخص. هو ما اتولدش جريء، هو بنى الجراءة خطوة خطوة. الدليل النفسي هنا إن المخ بيكون صورة ذاتية جديدة من التجارب المتكررة. كل تجربة نجاح صغيرة بتضيف دليل إنك تقدر. مش لازم نجاح ضخم، نجاح بسيط كفاية. واحدة بدأت دايت، أول أسبوع خست نص كيلو، رقم صغير، لكن المخ بيقول أهو تقدري. المشكلة إن ناس كتير بتقلل من قيمة النجاحات الصغيرة وتستنى إنجاز ضخم عشان تحس بثقة. الكاتب بيأكد: ما تستناش الثقة عشان تتحرك، اتحرك والثقة هتيجي نتيجة للحركة. مثال تاني: واحد عايز يبدأ بيزنس أونلاين، لو فضل يقول لما أبقى جاهز هبدأ، هيفضل سنين مكانه. لكن لو بدأ ببوست بسيط وجاله أول تعليق إيجابي، مخه يبدأ يبني صورة جديدة: أنا أقدر أعمل ده. الثقة بتتراكم. زي ما العضل بيكبر بالتدريب المنتظم، الثقة بتكبر بالفعل المنتظم. الخلاصة: اعمل خطوة صغيرة النهاردة، نجاح صغير. بكرة صورة ذاتك هتبقى أقوى شوية، وبعد سنة هتبص لنفسك وتستغرب أنت كنت خايف من إيه. المفهوم السابع: التحرر من القيود الوهمية، السجن اللي بابه مفتوح. أخطر القيود مش القيود الخارجية، أخطرها اللي في دماغك. معتقدات زي أنا مش محظوظ، النجاح لناس معينة، أنا كبير على التغيير، أنا مش اجتماعي بطبعي. الكاتب بيقول دي مش حقايق، دي برامج قديمة اتزرعت فيك. يمكن حد قالك وانت صغير انت حساس زيادة، كبرت وصدقت انك ضعيف. يمكن فشلت مرة في مشروع، قررت انك مش بتاع بيزنس. لكن السؤال: مين قال ان التجربة الواحدة تعريف ليك طول عمرك؟ المخ بيميل للاستقرار. لو اقتنع انك مش اجتماعي هيساعدك تتصرف بانطوائية عشان يحافظ على الصورة. لكن لو بدأت تغير الصورة، المخ هيبدأ يتأقلم مع الجديد. مثال واقعي: شخص كان شايف نفسه انطوائي جدا، قرر يتحدى الفكرة. بدأ كل أسبوع يكلم شخص جديد. في الأول كان صعب، لكن مع التكرار الخوف قل. بعد سنة بقى قائد فريق في شغله. هو ما اتغيرش فجأة، هو غير معتقد صغير كل يوم. الكاتب بيقترح 4 أدوات للتحرر: 1. تحديد هدف واضح. 2. تخيل نفسك بالشخصية الجديدة. 3. أفعال صغيرة يومية. 4. تفسير الفشل كتجربة مش حكم. مع الوقت الهوية نفسها تتغير. انت مش ثابت، انت مرن. السجن الوهمي بيقع أول ما تسأل مين قال إن دي حقيقتي. الخلاصة: أكبر حدودك هي اللي مصدقها. غير التصديق، الحدود تختفي. الخاتمة: خليني أسيبك بسؤال بسيط. لو في حد بيكلمك بنفس الطريقة اللي بتكلم بيها نفسك كل يوم، كنت هتكمل معاه ولا كنت هتمشي؟ الصوت اللي جواك يا إما مدرب بيدعمك يا إما قاضي بيحكم عليك، وإنت اللي بتختار. من النهاردة ابدأ غير كلمة واحدة بس في كلامك مع نفسك، وشوف حياتك هتتغير إزاي. لو الفيديو ده لمس حاجة جواك اكتب لي في الكومنت: من النهاردة هبني نفسي. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان الحلقة الجاية هنتكلم عن إزاي تبني ثقة حقيقية، مش ثقة مزيفة، ثقة تخليك تتحرك حتى وانت خايف. السلسلة دي لو كملتها للنهاية هتبص لنفسك بعد شهر وتقول أنا اتغيرت فعلا. استناني في الحلقة الجاية.